ويجب عليكم إعطاء المال إلى الفقراء والمحتاجين. إي والله أنا بحياتي ما نعطي فلوس للفقراء، خل أروح أدور لي على فقير حتى أنطيه. السلام عليكم حجي، أنت فقير؟ لا والله عندي جي كلاس بس يم البنشر هسه، أدري تشوفني يا أخوي يعني حتى هدومي مشققة. ماشي دامك فقير أنا لازم أساعدك، رحم الله والديك عمي وكثر الله أمثالك. لا حجي تدلل صدق كذب، يلا أنا أروح ما محتاج شي بعد. وين تروح وأنت كل شي مطيتني. العفو نسيت. هاك حجي هاي ربع دينار. أشكرك عمي. تدلل حجي، هاي إن شاء الله تشيلك أنت وعائلتك وما تحتاجون أي شي بعد. شنو؟ لحظة حجي التليفون إذا ما عندك مانع. ألو. إيه بس أكمل وجيكم. لا والله ولو ما ردت أقول لك، بس تدري أني هسه يم فقير وشلته هو وعائلته من الفقر. إيه لا واجبنا هذا، احنا لازم نساعد الفقراء. ووالديك عمي الله وياك. عمي انت وين شلتني؟ لحظة حجي بس خل اصور وياك ستوري اذا ما عندك مانع. يا هلا بالمتابعين، ولو اني ما ردت اقول لكم بس اني توني لقيت فقير وشلته هو وعائلته من الفقر، والحمد لله ربي يوفقنا لعمل الخير. لك عمي انت صدق تحكي؟ لحظة حجي بس اسوي مقابلة واجيك إذا ما عندك مانع. ويانا المواطن اللي أطلق على روحه اسم أبو الفقراء والمحتاجين، صاحب الروح الشفافة والقلب الأبيض، يسولف لنا إيش صار. ولو أنا ما ردت أقول لكم لأن احنا نشتغل لوجه الله، بس أنا سمعت الشيخ يقول لازم ننطي للفقراء، فدورت ولقيت هذا الفقير وشلته هو وعائلته من الفقر. بارك الله بيك وكثر الله من أمثالك. مثل ما تشوفون أعزائنا المتابعين، هذا مثال للمواطن الصالح وصاحب القلب الأبيض اللي لو هسه 10 منه يصير البلد بخير. هاي صدق تحكي حتى مقابلة تلفزيونية سويت. بس لحظة حجي أصير شيخ وارجع لك إذا ما عندك مانع. فيجب علينا مساعدة الفقراء والمساكين، ولو ما ردت أقول لكم بس أنا قبل ما أصعد للمنبر هذا الفقير شلته هو وعائلته من الفقر. يا معود شيخ ليه؟ بس لحظة حجي أوصي ابني إذا ما عندك مانع. شنو وصيتك يابا؟ وليدي من نموت أريدك تشغل مسجل يم قبري أقول بي أنا لساعدت الفقير وشلته هو وعائلته من الفقر، أنا لساعدت الفقير وشلته هو وعائلته من الفقر. حج بس أقول لك شي واحد، اشتعل قبرك إذا ما عندك مانع.